السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صالح محمد صالح عبد الله الكيرة من شبه بيحان. بغيت أرويكم طريقة كيف تنقلون الفيروسات من جسم الإنسان من الكبد، وكيف تعالجون الصفار بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا في كثير من الناس يروح يعالج الصفار بكيف الظهر، بعضهم يعالجه وما يطلع بسرعة، بعضهم ما يلحق يروح يغترب برا من الصفار لأن عنده صفار. ففي عندي طريقة سهلة وأرويك فيها علاج عن طريق الحمام، أي نوع من الحمام طبعا، مو هو لازم نوع من الحمام مخصص، بس من الأفضل إنه يكون أنثى. طبعا بسويها في السرة، بنظف مكان السرة بماء عادي. إن شاء الله تعجبكم الفكرة. هذه الحمامة، تعال ساعدني يا ماجد، بس أطلع بالكاميرا عشان الناس تشوفوا. سكر دينها فوق. طبعا تخلوا مؤخرة الأنثى في هذا، مؤخرتها تخلونها في السرة هنا. شوف في السرة تكون، شوفوا لاحظوا انها تشفط الفيروسات اللي في الكبد الواحد، حتى الفيروسات المضرة بجسم الإنسان. بعضهم يقولوا ما بتعالج من السرة، بس الطفل يوم يكون رضيع في داخل بطن أمه ما يتغذى إلا من السرة، بس ما حد في الحبل السري يغذي الجسم كله. شوفوا سبحان الله كيف الحين تمتص الفيروسات في جسمه، وفيروس حتى فيروس الصفار. شوفوا لاحظوا معي، اللي تتأثر طبعا بالفيروسات اللي تمتص. سبحان الله سبحان الله. وجعلنا لكل داء دواء، بس وين الناس اللي يكتشفوا هذه الاشياء؟ طبعا يحتاج الواحد على حسب سنه، ممكن له كبير يحتاج 3 4 من الحمام، بتمتص ان شاء الله الفيروسات كلها. طبعا انا جربت فيه واحده قبل فتره ونجحت التجربه، والحين جربنا الثانيه وبرضه امتصت هذا. وانا اتمنى انكم تستفيدوا من هذا، وشكرا، ان شاء الله تستفيدوا من علاجه ان شاء الله. معكم صالح محمد صالح عبد الله الكيرة، مع السلامه. بنجرب الثانيه. الاولى ماتت، امتصت الفيروسات كلها. بين لازم تشوف، لازم الواحد يبين هذا المؤخرة حق الفيروس. سوي يدك لهنا، شيلها هناك عشان نشوف وين ما تنزل. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هو يتشافى من المرض ده، بينزل كله ان شاء الله ان شاء الله. سبحان الله. شوفوا كيف تمتص المرض. سبحان الله سبحان الله. قرب يا صالح عشان نشوف الناس كيف تمتص المرض. سبحان الله سبحان الله. ان شاء الله الله يشفيك، يقدم لك الفيروسات الحين ان شاء الله. سبحان الله. قولوا سبحان الله يعني. سبحان. وجعلنا لكل داء دواء. كل شيء فيه له دواء، كل شيء فيه له دواء، بس على الإنسان إنه يكتشف ذا الدواء. كل شيء اكتشفه دواء. كان الحمى أصعب دواء، أصعب مرض، الحين أسهل مرض. سبحان الله. شوف كيف تتعذب من كثر ما تمتص الفيروسات اللي في الكبد في معدة الإنسان. أنا أتمنى أن الناس يستفيدوا من ذا الفكرة، وأنا ما جربت، ما صورتها فيديو مو عشان أي شيء، بس عشان الناس المساكين اللي كثير فيهم الصفار، وهذا الفيروس مو هو زين للإنسان. وإن شاء الله نوفر علاجات على الناس بهذا بهذه الطريقة. خلاص ماتت الحمام. شوف سبحان الله. أنا بشوف الولد ذاك، أنا لاحظت إني سويت له
الفكرة قبل. سبحان الله. شوف عادة حية يمكن بس. خلاص شوفوا كيف قرنحت من الفيروس. امسك